شو قصة الفيديو يلي انتشر للأم يلي استلمت جثث أولادها قدام البيت تبعهم وكانت عم تبكي عليهم وفي رجال كانوا عم يحكوا معاها؟ خلونا نعرف مع بعض بهذا الفيديو. المعلومية قبل ما نبدأ، فلول النظام وقت عم يتصور فيديو أو صورة أو أي شيء عم يكون لابس بدلات هي نفسها بدلات الأمن العام، واللي بيفهم يفهم انه هن عم بيعملوا هي الجرائم ويحطوها بظهر مين؟ بظهر الامن العام. مشان هيك حبيت اخبركم هي المعلومه، لانه في جهه عم تبيعهم هي البدلات. هلا بنيجي على الشغله الثانيه. في احد مقاتلين الجيش السوري اسمه احمد الشبلي كتب وقال: السلام عليكم، انتشرت صور كثيره لهذه الام التي استلمت 3 من اولادها وتجلس امامهم تبكيهم، وكل المنشورات كانت تنشر اننا نحن من قتلناهم واهنا اهلهم. عم يتابع كلامه ويقول: انا كنت موجود بهي الحادثة ولحسن الحظ صورت هذا الفيديو صدفة. صور فيديو وراح انشره بقناة التليجرام لانه ممنوع بسبب ارشادات المجتمع. قال عم يقول انه اشتبكنا مع فلول النظام لساعات قبل بيت هي المرة ب3 كيلو متر بعد ما دحرنا مقداد فتيحة والرجال اللي كانوا معه من المنطقة، واخرجنا منها اكثر من 4 مصابين من شبابنا. دخلنا وجدنا هذه الام تندب اولادها ال3 في حالة مأساوية ومؤسفة، والجثث كانت باردة. ومن خلال بعض الاسئلة التي وجهتها للساكنين هناك قالوا ان مجموعة دخلت قبل ساعات وحاولت أن تأخذ الشباب ليساعدوهم في نقل ذخائر، ورفض الشباب فقامت المجموعة بتصفيتهم. كمل كلامه ويقول أنه نحن وصلنا بعد الحادثة بساعتين، وحاول بعض الأغبياء يلي كانوا معاهم أنه يدوس على الجثث، فقمنا بمنعه، ثم تحركنا لمؤازرة إخواننا في الصفوف الأمامية، والله تعالى على ما أقول شهيد، وأتمنى أن تتحققوا من الإشاعات. وفي صورة كمان رح انشرها بقناة التليجرام بتبين انه اتباع مقداد فتيحة كانوا لابسين زي الجيش النظامي وواقفين على الجثث ومتصورين معاهم. هي بعض الحقائق اللي حبيت اني اوضح لكم اياها، لانه في كتير ناس عم يتهموني انه انا عم حرض على المجازر. بالعكس تماما، انا هدفي يا جماعة انه اي شخص راح على الساحل قتل مدنيين او عمل مجازر بحق اخوتنا السوريين مما كانوا يكونوا، هذا الشخص لازم يتعاقب ويتحاكم